معلومات بالنسبة لخزين البصل والثوم. خزين البصل يبدأ من أول شهر 6. أفضل فترة تخزين فيها البصل من أول شهر 6. البصل خد الجودة بتاعته ونشف، يبدأ فيه التخزين. أول الموسم بتاعه يتحط في إما في البلكونة بعيد عن الشمس، ويكون في مكان فيه تهوية. بالنسبة للثوم، خزين الثوم يتعلق في البلكونة تلحقوش الشمس، يكون فيه هواء وظل. بالنسبة للخضار، الفلفل والبتنجان والكوسة والخيار موجودين طول السنة، مفيش في حاجة تخزن. الطماطم ممكن تخزن أو تكون غالية رخيصة، زي دلوقتي مثلا ب 5 جنيه، بعد شهر هتبقى ب 15 20. بالنسبة للقلقاس موجود في الشتاء بس، التخزين بتاعه تخزيني من شهر 1، تخزين القلقاس في شهر 1. بالنسبة للكوسة والخيار دول موجودين طول السنة. الملوخية بقى، الملوخية تتخزن في الصيف لما تكون بلدي، ما ينفعش تتخزن في الشتاء عشان هي موجودة طول السنة برضه، بس في الصيف تبقى ملوخية بلدي. ملوخية بلدي التخزين بتاعها يبقى في الصيف زي نظام الشركات كده. البطاطس برضه بتتخزن في الوقت ده. بالنسبة للستات اللي بتجيب بطاطس من السوبر ماركت بتجيبها غالية. تخزين البطاطس عبارة عن إيه؟ عشان البطاطس تعملها صوابع، تيجي تشمعها في الزيت وتبرد وتحطها في أكياس من خلال فريزر، تطلعي منها وتحمري عادي. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين.